3 2 1 أول مرة أكشن. أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، يأكل القوي منا الضعيف، نعبد الأصنام التي نصنعها بأيدينا من الخشب والحجارة، حتى أتى إلينا نبي نعرف حسبه ونسبه وصدق رسالته. لماذا أرسلكم إلي محمد؟ لأنك من أهل الكتاب، إيمانك بالله يلزمك حمايته. ما يصمونه الظلم والعقاب العادل لهؤلاء، لقد ألزموني الحجة، لا مناص من الإصغاء إليهم يا صديقي. بماذا يأمركم دينكم؟ يأمرنا ديننا بالكف عن المحارم وسفك الدماء والنهي عن قصف المحصنات. وماذا في دينكم عن النساء؟ ديننا يساوي بين الرجال والنساء، لهن ما لهن وعليهن ما عليهن. ماذا لهن ونحن نطعمهن ونكسهن ليخدمننا أو لنبيحهن إذا أبين الطاعة؟ أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق، وسهرت عليك وأرضعتك طفلا حتى بلغت أشدك يا عم؟ لماذا فرست آلهتك العديدة يا عم؟ هل أفحمهم ربهم الواحد؟ ربنا رب الناس جميعا، رب زكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليه من قبل كما أوحى إلى محمد عرفناه يتيما يرعى الغنم، والمسيح كان نجارا في بلاد الحق. الحق أقول لكم بأن ما جاء به محمد وجاء به المسيح يصدر من سراج واحد، فاسألهم من ولد المسيح وكيف. هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيئا؟ نعم، فهل تأذن أن أتلوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم. ليس بيننا وبينكم سوى هذا الخط. يعني والله لا أسلم إليكم هؤلاء ولو بجبل من ذهب. انطلق يا جعفر أنت ومن معك وعيشوا في أرضي بسلام حتى يأذن إليكم الرب بالعودة.